بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. موضوع فيديو النهاردة إن شاء الله هو طريقة تغيير مفتاح لشفاط توشيبا. المفتاح عندنا في حد فكه حاول يصلحه، ولكن في أجزاء فقدت من المفتاح، فبالتالي المفتاح مش هينفع يتصلح. في بعض الأحيان بيكون المفتاح فيه مشكلة بنفتحه ونصلحه، ولكن بعض الأحيان مش بينفع يتصلح. نبص مع بعض كده على المفتاح. كده فكيت المسامير. نلاحظ عندي هنا بيكون فيه جزء عندنا قرص معدن كده بيكون فيه الخيط او الفتله اللي بنشد منها، وكان عندي الجزء البلاستيك ده بيكون جزء بلاستيك مدور كده ومجوف، فبالتالي عندنا مفتاح كده مش هينفع يتصلح، علشان كده هنغيره ونركب مفتاح تاني جديد. كده قفلت المفتاح زي ما كان بالظبط، وطالما هنغير المفتاح هنفك المسامير اللي هما دول اللي هو ده وده، دول ماسكين عندنا المفتاح كله في جسم او البودي بتاع الشفاط. فك المسمار التاني. المفتاح وظيفته ان هو عندي هنا طرفين 220، طرف منهم واصل مباشر على الموتور، والطرف التاني بيتحول عن طريق السويتش يوصل لسلك او يوصل لسلك التاني على حسب الاتجاه اللي انا عايزه في الشفاط، اذا كنت اشغله طرد او اشغله شفط. كده فكيت عندي هنا السويتش اهوت. هتلاقي عندك هنا الجزء ده اللي تحت ده كده يعتبر قطعة فبر علشان تعزل عندي الاسلاك. قطعة الفبر لازم تفكها علشان تشيل السلك مدخل 220 اهوت. هتلاقي عند الطرف 220 دي كده فيشة الكهرباء 220 اللي جاية من 220 اللي هي دي. طرف منهم متصل مباشرة عندي هنا بالموتور اهوت، رايح عندي على الموتور، والطرف التاني رايح عندي للسويتش او المفتاح. المفتاح وظيفته الطرف ده او النقطة دي يوصلها اما بدي، وفي نفس الوقت برضه يفتح معايا الشيش بتاع الشفاط. يعني عشان تقدر توصل المفتاح الجديد يحتاج بس كوية لحام وقطعة قصدير عشان تلحم الطرف اللي هو ده. يعني لو افترضنا عندي كده طرف الموتور بيكون في عندي ملفين، ملف تقويم وملف تشغيل، وفي حالة ما يكون الموتور بيشتغل اتجاهين هيبقى الملفين يعتبر متساويين او متعادلين في عدد اللفات وفي مساحة مقطع السلك. فعندك الملفين متجمعين مع الطرف وخارج متصل ب 220 مباشرة، والطرفين التانيين لما اوصل كده 220 طرف اهوت اللي هو طرف الفيشة، والطرف التاني لما اوصله هنا يديني اتجاه، وصله هنا يديني اتجاه، وفي عندي مكثف راكب على الطرفين دول. المكثف بيكون 1.2 او 1.5 مايكرو على حسب القوة وحسب الوات بتاع الشفاط. المفتاح الجديد اهوت اللي احنا هنوصله بيكون بالشكل ده كده اهوت. نفس الفكرة برضو في عندي هنا الفبرة اللي قلنا عليها تحت اهيت، الفبرة اهي بشيلها على جنب كده اهوت، وبجيب السلك اللي هو ده ال 220 ده اهوت، خلي كده المفتاحين جنب بعض اهمت. ممكن السلكين دول ممكن تقطع هنا وتوصل، وممكن تثبت دول هنا مباشرة على طول كده وكده حسب كل واحد الاسهل ليه. انا هشغل كوية اللحام دلوقتي. كده قربت الصورة عشان تبقى واضحة اكتر. بس طيب في سؤال، لو انا بدلت جبت السلك الاحمر مكان الابيض ايه اللي هيحصل؟ الموتور هيشتغل مش هيشتغل؟ هيشتغل مفيش اي مشكلة، ولكن هيختلف بس في اول شدة للخيط، بدل ما هي شفط هتبقى طرد بس، بدل ما هي تشتغل شفاط هي هيشتغل مروحة بس. ده بس الاختلاف اللي يحصل لو انا بدلت السلكين دول مكان بعض، لكن ده ما ينفعش تبدل مع دول. هجيب كوية اللحام كده افك عندي السلك اللي هو ده اللي هو جاي من ال 220. الكابل لسه ما سخنتش، استنى شوية. شوية قصدير كده يساعدوا معايا في فك السلك اللي هو متثبت عندي هنا. كده فكيت السلك اهوت. ادي شوية قصدير هنا المفتاح الجديد على النقطة دي كده، وهجيب السلك ده واوصله عندي هنا في النقطة دي اللي هو السلك اللي جاي من فيشة الكهرباء اللي هي 220 فولت من هون كده زي ما كان واصل في المفتاح القديم بالظبط. الموضوع سهل جدا جدا وبسيط. كده السلك
تثبت كويس في المكان بتاعه اهوت. اجي على السلكين التانيين بدل ما اقطع واوصل، لا انا هفصل عندنا سلك منهم واوصله في السويتش الجديد. اشيل عندي وليكن السلك الاحمر الاول مثلا اللي هو ده، واجي اهوت افك السلك الاحمر واوصل السلك التاني مكانه. كده وصلت السلك الاحمر. السلك الابيض ده برضه هنشيله ونوصل السلك الابيض بشكل مباشر. كده السويتش القديم مش ماسك على اي حاجه غير السلك ده، هنفكه بسيب كوية اللحام تاخد راحتها في فك القصدير. بعد كده بشيل السلك كده. نوصل بقى اخر السلك عندي هنا في النقطة دي، ونخلي بالي المكوة ما تسيحش مني البلاستيك، علشان لو البلاستيك ساح يحصل خلل عندي، يحصل عندي هنا مشكلة في تشغيل الشفاط، لان ده بلاستيك ما يتحملش. كده احنا وصلنا الوصلات بتاعتنا كلها. هبتدي اجيب عندنا الكاب السلك دوت اعديه من هنا كده اهو، السلك دوت كده اهو، وابتدي اقعد الفبرة مكانها كده اهوت. قبل ما اعدي المفتاح واثبته في مكانه، هركب عندنا الشدات، بتركب عندنا فين؟ في الشيش بتاع الشفاط كده اهوت. ابتدي بقى المفتاح نقعده مكانه ونربط المسامير. المسمار الطويل عندي هنا في المكان ده، المسمار القصير في المكان ده. بعد ما ثبت المفتاح ابتدي اوصل كده الكهرباء بتاع الشفاط، وهنسمي الله ونجرب. كده وصلت باب الشفاط، واقول بسم الله واشد كده الخيط ونجرب. كده الشفاط اشتغل اتجاه، كده اشتغل الاتجاه التاني، وكده طفي خالص. كده يعتبر كان مشكلة المفتاح فقط لا غير. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.